اهلا بيكم طلاب ثالثه ثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدا مع بعض ثالثه ثانوي. تمام. طبعا ثالثه ثانوي يا جماعه ماده سهله ولذيذه جدا، واتكلمنا في الفيديو او الحته اللي قبل منها شويه كده، اتكلمت فيها معاك على كل حاجه بتخص ثالثه ثانوي. الموضوع يا جماعه سهل وبسيط جدا جدا، مفيش فيه اي مشكله تماما، بس ولكن المهم ان انت تلتزم ووفر وقتك وظبط مجهودك، وده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات. طيب تعالى كده بص معايا النهارده. اول قاعده عايزين نتكلم عليها النهارده قاعده مهمه جدا، هي الالوان. الالوان ايكولوري الالوان. طيب خلي بالك يا جماعه ان الالوان بتعامل معامله الصفات. يعني ايه الصفات؟ يعني بتكون في نهايه الجمله اهو، تكون تمام في نهايه الجمله. تمام، دي قاعده ايه؟ قاعده الالوان بتكون فين؟ بتكون في نهايه الجمله، في الاخر. يعني لقيت النقط في الاخر، هو ده الشكل يكون مطلوب. طيب انا يا جماعه في طريقه حل الالوان بعمل ايه؟ هبص في الاول باخد النقط في الاخر، كلام جميل. هاجي ابص في الاول واجي اروح باصص على الاسم اللي في الاول، صح؟ اختار نوعه ايه، لازم اعرف نوع الاسم. فدي مشكله جميله، مش مشكله، عايزين نحلها مع بعض. فالنهارده لازم نعرف جزئيه مهمه جدا قبل ما نتكلم في الالوان، هي الاسماء. الاسماء. طيب الاسماء في اي لغه يا جماعه بتتقسم لثلاثه: مفرد، مذكر، مفرد مذكر، بعد كده عندنا مفرد مؤنث، بعد كده عندنا جمع مذكر، واخر حاجه طبعا عندنا هي جمع ايه؟ جمع مؤنث. صح كده؟ طيب انا الاسم بعرفه منين يا جماعه؟ قال لي الاسم انت ممكن تعرفه من اخره. تمام، قال لي الاسم انت ممكن تعرفه ايه؟ نعرفه من اخره. طب وايه كمان؟ قال لي اي اسم في اللغه الايطاليه بيكون معاه يا اما اداه تعريف، يا اما اداه نكره، يا اما اداه اشاره، وده اللي تعالى نشوفه مع بعض. طيب هنا عندنا المفرد المذكر بيبقى معاه ايه؟ تعالى كده بص واحده واحده. قال المفرد المذكر دايما بيكون او في الاغلب بيكون اخره حرف الاو. مفرد مؤنث بالا، جمع مذكر بالاي، وجمع مؤنث بالاي. ماشي، ده في اغلب اللغه الايطاليه. طيب انا عشان ما اتلخبطش، عشان في اسماء شاذه عندنا ودي هناخدها مع بعض في حصه لوحدها، قال لي عشان ما اتلخبطش انا عندي حاجه اسمها ادوات تعريف. ادوات ايه؟ ادوات تعريف، واكيد سمعتوا عنها، اكيد سمعت عنها. طب تعالى كده بص معايا، ايه بقى ادوات التعريف؟ قال لي المفرد المذكر انا معايا اداه تعريف ال ولو وال ابوستروف، دي اداه تعريف. طب ايه اداه التعريف دي؟ اداه التعريف دي اللي بتيجي قبل الاسم. يعني شوف مثلا الاسم محطوط كده، هي بتيجي قبل منه على طول. اوكي، بتعرف لي نوع الاسم، بقت معاه ال او لو او ال ابوستروف، ده كده مفرد ايه؟ مذكر. طب لو مفرد مؤنث قال لي هتلاقي معاه لا او هتلاقي معاه برضو ال ابوستروف. حلو قوي، يبقى ده مفرد المؤنث. طب الجمع المذكر قال لي بيكون معاه اي او معاه لي، كده يا معاه لي او اي، هو الشكل ده. طيب الجمع المؤنث قال لي الجمع المؤنث بيبقى معاه اداه تعريف واحده بس اللي هي اللي. المفرد المؤنث معاه اداه تعريف واحده اللي هي ايه؟ اللي. طيب ايه كمان عندنا؟ حاجه اسمها اداه او ادوات، تمام، ادوات اشاره. ادوات ايه؟ ادوات اشاره. طب ايه هي ادوات الاشاره؟ تعال نشوفها مع بعض. ادوات الاشاره عندنا زي ايه؟ المفرد المذكر عندنا حاجه اسمها كويستو. ادوات الاشاره كان اسمها ايه؟ كويستو. مفرد مذكر. مفرد مؤنث تبقى كويستا، هنغير اخر حرف بس، كويستا. جمع مذكر هتبقى كويستي، جمع مؤنث هتبقى كويستي، جمع مؤنث هتبقى كويستي، اهو بالشكل ده كده. يبقى مفرد مذكر يبقى معاه كويستو، مفرد مؤنث كويستا، جمع مذكر كويستي، جمع مؤنث كويستي. طب لو حد مش عارف هو يعني ايه اصلا اداه تعريف، طبعا زي الالف واللام، الالف. طب ايه اداه الاشاره؟ اللي هي زي ايه؟ هذا وهذه وهؤلاء والكلام اللي زي ده. طيب تمام، تعالى كده نبص مع بعض. تمام، عندنا بعد كده يا جماعه، تمام، ايه اللي كمان ممكن يجي؟ قلنا لسه من شويه كان في حاجه عندنا زي ايه؟ حاجه اتكلمنا عليها وقلنا اللي هي ادوات، تمام، النكره. ادوات ايه؟ ادوات النكره. طيب ادوات النكره دي يا جماعه ايه؟ قال لي تكون برضو قبل الاسم وتكون مع المفرد فقط. هتكون مع ايه؟ مع المفرد فقط. ماشي، يبقى افراد الاسره، تمام، عفوا، ادوات النكره بتكون مع ايه؟ مع المفرد فقط. اوكي، طيب تعالى كده بص مع بعض. يبقى هنا عندنا هنكتب مفرد
مسكر، وتحت هنا نكتب مفرد ايه؟ مفرد مؤنث. طيب ايه هي بقى ادوات النكره؟ تعالى بقى نشوفها مع بعض اهو. تعالى كده ايه نشوفها مع بعض. ظبط لك بس الدنيا كده اهو، ماشي اهو. زي ايه؟ بص كده معايا. قلل ادوات النكره انت تفتكرها معايا زي الاون، تمام، والاونو، وهعرفك كل حاجه دول. خلي بالك انا عايز اقول لك كل حاجه من دول ليها شرح معين وطريقه حل وازاي، كل الحاجات دي هناخدها مع بعض، بس انا النهارده بوريك عشان تعرف تحل الالوان صح. طيب اون واونو، هنا عندنا في المفرد المؤنث اونا، وعندنا حاجه اسمها اون ابوستروف، عندنا حاجه اسمها ايه؟ اون ابوستروف. كلام جميل اهو بالشكل ده كده، تمام. يبقى عندنا تاني الاسماء او مفرد مذكر، ايه مفرد مؤنث، اي جمع مذكر، وايه جمع مؤنث. ادوات التعريف مع المفرد المذكر ايل ولو والا ابوستروف، مع المفرد المؤنث لا والا ابوستروف، مع الجمع المذكر اي ولي، ومع الجمع المؤنث تبقى ليه. طيب بعد كده عندنا ادوات الاشاره كويستو كويستا كويستي كويستي كويستا كويستو كويستي كويستي. طيب بعد كده عندنا ادوات النكره. قلت لك ادوات النكره ما تجيش غير مع المفرد بس، سواء مفرد مذكر او مفرد مؤنث. عندنا الاون بتيجي مع المفرد المذكر، والاون برضو مع المفرد المذكر، الاونه مع المفرد المؤنث، والاون مع المفرد، والاونه بوصف مع المفرد المؤنث. يبقى اونا بوصف مفرد مؤنث، واونو مفرد مذكر. كلام جميل. طيب ده كده عشان نعرف نوع الاسم. طيب عرفت نوع الاسم، هتختار اللون زيه. هتختار اللون ايه زيه؟ طيب ثواني بقى كده مع جماعه معايا. احنا الالوان النهارده في اللغه الايطاليه قسموها لي 3 مجموعات. قسموها لي ايه؟ 3 مجموعات. طيب ركز بقى معايا. قال لي ايه المجموعه الاولى؟ قال لي زي الاسماء، زي الاسماء المنتظمه. واحد يجي يقول لي ايه ده؟ يعني ايه الاسماء المنتظمه دي؟ نسيت يا سينيور. تعالى اقول لك، ده احنا لسه قايلينها. ايه هي؟ قال لي والله عندك يعني مفرد مذكر تنتهي بحرف الاو، مفرد مؤنث هتنتهي بحرف الآ، جمع مذكر هتنتهي بحرف الإي، وجمع مؤنث هتنتهي بحرف الإي. ماشي اهو ده الشكل. ده اللي احنا عايزين نقوله، ان هي الوان المجموعه الاولى دي يا شباب بتتغير لجميع انواع الاسماء، لجميع انواع الاسماء اهو. يعني الحرف الاخير فيها بيتغير على طول، الحرف الاخير فيها بيتغير على طول. زي ايه يا سينيور؟ عايز اعرف. تعالى كده، تعالى نعرفك. زي ايه؟ عندنا زي نيرو. نيرو يعني بعضكم عارفه اسود. طيب عندنا زي ايه كمان؟ زي مثلا بيانكو. بيانكو في ناس برضو عارفاه اللي هو ابيض. طيب ايه كمان؟ عندنا زي جالو. جالو يعني اصفر. زي روسو. روسو يعني احمر. اوكي طيب ده كده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا لو اللي انا بصيت في الاول لقيته مفرد مذكر فانا هختار الاو. لو لقيته مفرد مؤنث اختاره بالاي. فاهم؟ يعني هنا مثلا مفرد مذكر يبقى نيرو، لو لقيت اللي في الاول مفرد مؤنث يبقى نيرة، لو جمع مذكر يبقى نيري، لو جمع مؤنث يبقى نيري. يعني ده بص يبقى هنا كده ممكن يبقى اي، يبقى ايه، وهكذا. كلهم دي الوان المجموعه الاولى، ومش حفظ، مش عايزك تحفظها. حلو كده، مش عايزك ايه تحفظها. امال ايه بقى اللي عايزك تحفظها؟ هي الوان المجموعه الثانيه. ركز بقى معايا، هي الوان المجموعه ايه الثانيه اهي. دي كده حفظ اهو من قبل ما نقول اي حاجه فيها، حفظ. طيب ايه هي؟ قال لي هي ليها شكلين. عندما تنتهي بحرف الاي، دي اول شكل. قال لي ممكن تنتهي بحرف ايه؟ الاي. قال لي لو انتهت بالاي فهي هتكون دايركت يا مفرد مذكر يا مفرد مؤنث. يعني مفيش بالاو لا مفيش. هي ما تبقى بالاي بتكون مفرد مذكر او مفرد مؤنث. طيب وعندما تنتهي بحرف الاي، عندما تنتهي بحرف الاي قال لي هتكون ايه؟ اكيد ايوه انا سامعك اهو، سامعك بتقول لي ايه؟ جمع مذكر وجمع مؤنث. هو ده الكلام المظبوط، بس هو ده تمام. طيب سينيور ما انت ما عرفتنيش ايه هي الالوان بتاعتها. تعالى يا عيني، تعالى يا حبيب قلبي، تعالى اهو. 4 انواع بالظبط، 4 انواع بالظبط. ايه هما ال4 انواع؟ تعالى كده نبص مع بعض. عندنا اول لون زي فيردي.
فيرد يعني ايه؟ فيرد يعني اخضر. اخضر. فيرد يعني اخضر. عندنا ايه كمان؟ تشيليستي. عندنا ايه؟ تشيليستي. تشيليستي يعني سماوي. تشيليستي يعني سماوي. طيب مرونة. مرونة يعني بني. واخر حاجة عندنا اللي هي ارانشوني. ارانشوني يعني ايه ارانشوني؟ برتقالي. تمام، برتقالي. تاني يلا. يبقى عندنا فيردي يعني اخضر. فيردي يعني اخضر. هم دول الحفظ بس. الوان المجموعه الثانيه فيردي تشيليستي ماروني. واخر حاجه عندنا الارانشوني. فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. يعني ايه القاعده بقى كده؟ اهو هتيجي تقول لي اهو زي ما انت شايف اهو. هتيجي تقول لي ايه؟ انا عندي هنا ايه؟ انا عندي ليها شكلين. لو انتهت بحرف الاي يا ثاني هتبقى مفرد مذكر او مفرد مؤنث. يعني كده فيردي هتقول لي دي تنفع المفرد المذكر وتنفع المفرد المؤنث. طيب لو انتهت بحرف الاي هتكون جمع مذكر او جمع ايه؟ مؤنث. يعني لو خليت دي خليتها فيردي. لو خليتها فيردي كده، لو خليتها فيردي هتقول لي دي كده جمع مذكر او جمع مؤنث. لو خليتها تشيليستي، لو كده اهو دي كده بقت تشيليستي، هتقول لي دي جمع مذكر وجمع مؤنث. يبقى انت مطلوب منك انك تبقى عارف الاربع الوان دول ليهم قاعده انهم بينتهوا يا اما بالاي او بالاي. بالاي مفرد مذكر ومفرد مؤنث، بالاي جمع مذكر وجمع مؤنث بس. وهتبقى ايه؟ فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. تاني فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. هم دول الاربع انواع من الالوان. طيب اخر حاجه بص بقى، ركز معايا في المجموعه الاخيره دي وبرده حفظ. قال لي ايه في المجموعه الاخيره؟ قال لي تبقى ركز كده معايا كما هي دون تغيير الحرف الأخير. تبقى كما هي دون تغيير الحرف الأخير مهما تغير نوع الاسم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا جماعه الكلام ده معناه ان هي ثابته. الالوان دي ثابته ما بتتغيرش. الالوان دي ايه؟ ثابته. يعني ايه ثابته؟ ما بتتغيرش. الوان ثابته ما بتتغيرش. اي بص كده عندنا ايه الكلمات ديت؟ زي بلو يعني لبني. تمام. روزا يعني روز. واخر حاجه عندنا اللي هو الفيولا. فيولا اللي هو اللون الفيوليت اللي هو الموف. الثلاث الوان دول يا جماعه اهم. الثلاث الوان دول عندنا بلو، عندنا روزا، عندنا فيولا. الثلاث الوان دول طب معناهم ايه يا سينيور؟ عايز بس توضح لي اكتر معلش عشان انا مش فاهم. اللي انا عايز اقوله لك ان الالوان ديت بتيجي مع كله مفرد مذكر بلو، مفرد مؤنث بلو، جمع مذكر بلو، جمع مؤنث بلو، ما بتتغيرش. وروزا مع كله، فيولا مع كله، ما بتتغيرش. عارف ده معنى كلامي ايه؟ معنى كلامي ان انت لو شفتها في الاختيارات انت بتختارها وانت مغمض. انت بتختارها وانت ايه؟ وانت مغمض. بس هي دي يا جماعه الثلاث انواع من الالوان. هم دول كده الثلاث انواع من الالوان. موضوع سهل جدا جدا جدا. ايه هم الثلاث انواع؟ تعال بقى نقولهم مع بعض سريعا. يلا عشان اللي ما كانش مركز يركز معانا دلوقتي. عندنا الاسماء المجموعه الاولى اهو عشان نترجمها 1 2 3 اهو ماشي. نبقى مرقبين. المجموعه الاولى قلت لك زي الاسماء المنتظمه بتعمل ايه؟ زي الاسماء المنتظمه بتعمل ايه؟ قلت لك مفرد مذكر باو، مفرد مؤنث بايه، جمع مذكر باي، جمع مؤنث بايه. تمام. زي نيرو، وعندنا بيانكو وجالو وروسو واتزورو اللي هو زي ازرق. كل الحاجات دي ومش عايزك تحفظها. احنا هنحفظ المجموعه الثانيه والثالثه. اي لون براهم يبقى مجموعه اولى وانت عارف قاعدته ايه. خلاص. طيب المجموعه الثانيه قلت لك يا اما بينتهي بالاي بيكون مفرد مذكر ومفرد مؤنث، يا اما بالاي بيكون جمع مذكر او جمع مؤنث. تمام. طيب بعد كده عندنا ايه هي الالوان المجموعه الثانيه؟ هتقول لي فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. تاني فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. ده المطلوب مننا. يبقى تاني فيردي تشيليستي ماروني ارانشوني. طيب بعد كده نخش مع بعض. عندنا المجموعه الاخيره قلت لك تبقى كما هي دون تغيير الحرف الاخير مهما تغير نوع الاسم. زي ايه؟ بلو، روزا، فيولا. هو ده اللي انا
عرفته لك اجن. طيب نخش على الاسئله والافكار الاثنين مع بعض، الاسئله والافكار. اول سؤال لو سؤال سهل، لو اجي اقول لك لا كاميتشا. لا كاميتشا يعني ايه؟ كاميتشا اللي هو القميص، الشميز، تمام. ايه نقط الاختيارات؟ حاجه اقول لك نيرو، نيري، نيرا، نيري. ونيجي نبص مع بعض. هتيجي تقول لي طبعا اللي هنا في الاخر يبقى ده لون، يبقى ده لون. ارجع بص في الاول. حلو، بصيت في الاول لقيت لا. طب مين يقول لي؟ ايوه، عايز حد يقول معايا لا ده مفرد ايه؟ مفرد مؤنث. طب يبقى نيرة هي الوحيده لان هو مجموعه اولى، يبقى ده تختار الاخيره ايه؟ الاه. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده سهل اهو، ده سهل جدا. طيب السؤال اللي بعده، اما اجي اقول لك ايه خلينا بدون تاني. اما اجي اقول لك لا كاميتشا، نفس الكلام، كاميتشا، تمام. دي لا كاميتشا، تمام. دي مثلا علي، لا كاميتشا دي علي. ايه نقط الاختيارات؟ حاجه اقول لك مثلا نيرو، تمام. حاجه اقول لك جالي. حاجه اقول لك فيردي مثلا. حاجه اقول لك روسا، روسا اللي هي احمر، ها احمر بس مؤنثه، احمره، احمريقه، عارفين الناس بتقول كده دي، تمام. فطبعا ده احمر، تمام. طب نيجي نحل. هتيجي تقول لي ايه؟ طبعا ده هنا لون، صح كده، ده هنا ايه؟ لون. كلام جميل. ارجع بص على الاول. طيب اما جيت رجعت والله لقيت لا كاميتشا وهنا لقيت علي. طيب انا اختار على انهي؟ اختار على انهي؟ قال لي القاعده بتقول لك ايه؟ انت مش لقيت حرف الدي او اي حرف جر، اي حرف جر، قال لي اختار على اللي قبله، اختار على اللي قبله. احنا هنختار على ايه؟ على لا كاميتشا. هنختار على ايه؟ على لا كاميتشا. لا كاميتشا مفرد مؤنث، يبقى الوحيده اللي تنفع لها هي هتبقى ايه؟ هتبقى روسا، هي دي اللي تنفع. ايه رايكم كده؟ يبقى اول حاجه نتعلمها لو اسم عادي مفيش فيه اي مشكله، هنختار ايه؟ هنختار عليه ونشوف اداه التعريف اللي معاه قلنا كده والاشاره. طب لو انت حرف الجر دي اختار على اللي بعد الدي. اوكي، خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بص ركز كده في الحته دي عشان الحته دي جميله. اما اجي اقول لك ايه مثلا ماريا un cane. ماريا un cane نقط. السؤال الاختيارات تعال نبص عليها. اما اجي اقول لك ايه عندنا مثلا نيرا، تمام، جالو، بيانكي، ماروني. حلو، تعالى نحل مع بعض. هتيجي تحل هتقول لي والله النقط في الاخر ده لون. كلام جميل. تعالى بص على الاول. لقيت والله عندي ماريا ولقيت عندي اونكاني، صح. هتختار على ايه؟ قال لي بص انت هنا لقيت فعل، صح، فيربو افيري، هنبقى ناخده برضو مع بعض اللي هو او اي ابيامو افيتي انمو، فيربو افيري. قال لي الفعل يا جماعه اختار مع اللي بعده، اختار مع اللي بعده. طب ليه؟ بص يا جماعه فوق ما قلنا لك قميص دي علي يعني قميص علي، يعني دي جت زي ملكيه بتعبر عن ملكيه الحاجه. قميص علي فانت بتتكلم على القميص. انما انا لما اجي اقول لك ماريا يعني بتملك او عندها اونكاني كلب، يبقى طبعا انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على الكلب. فالكلب طبعا مفرد ايه؟ مفرد مذكر. تعال بص، نيرا مفرد مؤنث ما تنفعش. جالو اخرها او مفرد مذكر مجموعه اولى تنفع. طب بيانكي او بيانتشي طبعا هنا ايه؟ ما تنفعش لانها ايه؟ جمع مؤنث. ماروني اخرها ايه؟ ودي مجموعه ثانيه يبقى مفرد مذكر، جمع مذكر وجمع مؤنث برضه ما تنفعش. يبقى النهارده ناخد بالنا من حاجه اهو. يبقى لو اسم عادي كده لوحده بنختار عليه، لو حرف الجر دي هنختار على اللي قبله او اي حرف جر، لو لقينا اي فعل هنختار على اللي بعده. اخر سؤال يا جماعه معانا، اخر سؤال يا جماعه معانا ايه هو؟ وممكن نحط كمان سؤال تاني بس سهل. لو جيت قلت لك il regalo، ولا خلينا بلون تاني عشان يبقى واضح خلينا بالاحمر ماشي اهو. اما اجي اقول لك il regalo يعني هديه. الريجالو دي علي او دي احمد مثلا ماريو او ماريا. الريجالو دي ماريا
ايه تمام اون او اونا جاكا اونا جاكا نقط. الاختيارات، ركز معايا في الاختيارات. حاجه اقول لك روسو، تمام. حاجه اقول لك فيردي، حاجه اقول لك تشيليستي، حاجه اقول لك ماروني. تعال بقى عشان ده سؤال جميل قوي، سؤال بجد جميل قوي قوي قوي. بص كده معايا، لما اجي اقول لك ايه، اما اجي اقول لك ايه اللي رجع له، طيب حلو، انت طبعا لقيت في الاخر له، ما اختلفناش في كده. هتيجي ترجع لقيت حرف الجر الدي، صح؟ هتقول لي دي انا بختار على اللي ايه، تعال نمسح دي كده اهو. هتقول لي والله انا لقيت حرف هنا ايه، الدي بختار على اللي قبله. طيب كلام جميل. طب انا لقيت فعل فيربو اسر يكون، بختار على اللي بعده. ايه ده بقى ده؟ طب انا هنا في الحاله زي ديت هعمل ايه؟ انت قلت لي اي فعل اختار على اللي بعده، حرف جر اختار على اللي قبله. قلت لك هنا بقى القاعده بتقول لك ايه؟ اختار انهي الاقرب الى النقط، اختار الاقرب الى النقط. طيب يبقى هنا ايه الايه طبعا تكون هنا اونا جاك، يبقى انا اختار على اونا مفرد مؤنث. طب مفرد مؤنث روسو جمع مذكر طبعا، روسو مفرد مذكر ما تنفعش. فيردي تنفع مفرد مذكر ومفرد مؤنث طبعا، هي اللي صح. تشيليست جمع مذكر وجمع مؤنث، وماروني جمع مذكر وجمع مؤنث. طيب معنى الجمله هديه علي او هديه ماريا تكون قميص، تمام، او جاكا لو جاكيت ايه هنا اكتر. اوكي، فطبعا اما نلاقي الاثنين بقى هنختار على ايه الاقرب لايه، الاقرب الى ايه النقط. هنختار الاقرب لايه، الاقرب للنقط. ماشي. اخر سؤال يا جماعه، اخر سؤال معانا النهارده، اخر سؤال، تمام. سؤال سهل جدا جدا برضو، ده سهل. قلت ايه لا، تمام، كاميتشا، ده سؤال سهل بس برضو حابب ان انا اعرفك بيه. لا كاميتشا، تمام، ايه لا جاكا سونو نقط. ده سؤال سهل بس انا برضو ايه حابب اعرفك فيه حاجه اقول لك بلو، تمام، ماروني، ولا اجي اقول لك نيرو، ولا اجي اقول لك نيرا، وهنا نيرا. ماشي. اختيارات. هتيجي تقول لي والله هنا النقط في الاخر، فده ايه؟ فدي صفه. هدي ايه؟ تبقى صفه او لون. ماشي اوكي، يعني هتبقى ايه؟ لون. طيب هنيجي نبص مع بعض، هنرجع في الاول لقينا الايه. طب الايه دي بتعمل ايه؟ بتجمع اللي قبله باللي بعده. ماشي، بتجمع اللي قبله باللي بعده. يعني هنا عندنا لا كاميتشا الا جاكا، يبقى ده كده جمع. طب الجمع ايه؟ طب هنا مفرد مؤنث ومفرد مؤنث، يبقى انا هختار جمع ايه؟ جمع مذكر، جمع مؤنث، سوري، صح. طب لو لقينا مذكر ومذكر هتقول لي جمع مذكر. طب لو مؤنث ومذكر، ايوه، حد يعرف يقول؟ ايوه اللي قالها ده ممتاز، هتبقى جمع مذكر. لو مؤنث ومذكر يبقى الجمع جمع ايه؟ جمع مذكر. ماشي. طبعا انا مفرد جمع مؤنث، طبعا تختار ايه؟ بلو. ليه اخترت بلو؟ لان الوحيده اللي بتنفع مع كله. مروني اخرها ايه؟ جمع مذكر وجمع مؤنث. انت جمع مذكر وجمع مفرد مذكر ومفرد مؤنث ما تنفعش. نيرا مفرد مؤنث، نيرو مفرد مذكر ما تنفعش. ماشي، عرفت يا جماعه؟ طيب ملخص للافكار، لو لقيت اسم في الاول انت بتختار عليه. لقيت اسم في الاول انا بختار ايه؟ بختار عليه وخلاص. طيب لو لقيت حرف جر، هتعمل ايه؟ هتختار على اللي قبله. كلام جميل. طيب لقيت اي فعل، اي فعل هنختار على اللي بعده. كلام جميل جدا. طيب لو لقيت الايه ديت هتقول لي والله يا سينيور انا هجمع اللي قبله باللي بعده، صح. بص اهي كده مخطط كده جميل. طب اخر حاجه، لو لقيت هنا اي حرف جر ولقيت ايه؟ ولقيت اي فعل، طبعا دي كانت اخر فكره كانت معانا. طبعا هنختار على الاقرب للنقط وهو اللي بعد ايه؟ الفعل. دايما هتبقى ايه اللي بعد الفعل. لقيت حرف جر هتختار على اللي قبله، لقيت اي فعل هتختار على اللي بعده، قصدي حرف جر اللي قبله، اي فعل اللي بعده. الاثنين طبعا حرف جر ايه؟ هتعتمد على الاثنين طبعا. ولو هنا ايه لقيت الاثنين هتختار على اللي بعد الفعل. هتختار على ايه؟ على اللي بعد الفعل. تمام.
تحياتي لكم يا جماعه. سينيور خالد محمود. ده كده الدرس بتاعنا خلص. كان درس سهل جدا جدا، وده البدايه معانا في الاول. طبعا بالنسبه لسنه ثالثه برضو احنا معانا مذكرات سواء في اسكندريه تمام، ممكن تستلمها مذكره كده حوالي 400 ورقه او 380 ورقه تمام. ولو انت في محافظات ثانيه سواء القاهره او الجيزه او اي محافظه من محافظات مصر، تقدر ان انا تقدر ان انت تاخدها بي دي اف تمام. بي دي اف. رقم التواصل لو عايز تتواصل معانا اهو، ده رقم التواصل 015 تمام 50 20 69 وادي 60. اوكي، ده رقم التواصل بتاعنا على الواتساب. اوكي تمام، 015 50 20 69 60. ده رقم التواصل بتاعنا يا جماعه، علشان تقدر ان انت تتابع معانا في اي حاجه، في اي اسئله اي حاجه. طبعا عندنا اسئله كتير على المذكره ديت ان شاء الله، بس لما نبتدي نظبط كده مع بعض باذن الله هيبقى شغلنا من المذكره والحل بتاعنا من المذكره. في برده كلمات ديت بس هنبتدي ان احنا نشتغل فيها ان شاء الله من المره الجايه تمام. تحياتي لكم سينيور خالد محمود، طلاب ثالثه ثانوي. اشوفكم على خير واشوفكم ناجحين ان شاء الله في اخر السنه وجايبين احسن مجاميع واحسن الكليات. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti. Ciao.